أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فرمضان كنز ثمين لندخل الجنة. رمضان كنز ثمين لندخل الجنة، فعلينا أن نغتنمه في الطاعة والعبادة وفعل الخيرات. فمن يغفل عن رمضان وفضله يكون شقيا محروما. فمن يغفل عن رمضان وفضله وخيره يكون شقيا محروما. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: احضروا المنبر. فلما أحضروه صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الأولى من المنبر فقال: آمين. فلما صعد على الثانية قال: آمين. فلما صعد على الثالثة قال: آمين. فقال له سيدنا عمر: هل جاءك وحي من السماء؟ ماذا حدث يا رسول الله؟ وهل جاءك وحي من السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمر، إني لما صعدت على الأولى قال جبريل: أبعد الله إنسانا أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما صعدت إلى الثانية قال: أبعد الله إنسانا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. فلما صعدت على الثالثة قال: أبعد الله إنسانا أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.